السلام عليكم. سنوال الاخوه الجميع. ايوا خويا كمال، اش نقول لك، انت قلتيها بنفسك، القوى الاستعماريه الغربيه اللي قسمت العالم ككعكه ما بين افريقيا فرانكوفونيه، اسيا انجلو ساكسونيه الى غير ذلك، وحاولوا انهم ينفيوا الملك محمد الخامس وما قدروش. يعني الارتباط الوثيق اللي ما بين الشعب المغربي ومحمد الخامس ما خلاش ان الملكيه تطيح في المغرب. وزيد على ذلك جات القوميه العربيه اللي كنقول انها اسطوره، كانت واحد النقمه، بلا ما نجبدوا الموضوع، نقمه على القضيه الفلسطينيه بذاتها. هذيك القوميه العربيه اطاحت بالملكيه في مصر، اطاحت بالملكيه في ليبيا، اطاحت بالملكيه في سوريا، في اليمن، ووصلوا المغرب. والتحالفات ما غاديش نقول البلد باش ما نعطيوش اولا ما نتهموش بلد ككامل. كان تحالف ما بين القذافي جمال عبد الناصر، ما بين الجزائر، ما بين نظام الجزائر، وما بين كوبا، اللي بالثروات اللي عطاهم الله بالغاز والبترول حاولوا انهم يقسموا البلاد ويطيحوا بالملكيه بمحاوله اغتيال. عرفتي شحال محاوله اغتيال ديال الحسن الثاني في الحقبه ديالو؟ والحمد لله كان الله معنا. وانا كنرجع كنقول بان هذه البلاد ديال الشرفه، بلاد ديال الشرفه، كنقولها احنا بيناتنا، انا شريفه ولا اي واحد شريف، سبحان الله، الله وقف معنا، وقف معنا. وما كاين شي حاجه اللي دابا، يعني انا كنقول 50 عام ضيعوا ثروات على شي حاجه وهميه، وشي حاجه اللي عمرها ما غادي تكون. وبهاد اللي كيسميوه دومير ولا حمير غيجي غادي يزعزع الاستقرار ديال البلاد. ما يمكنش، راه ما يمكنش. راه شحال من عام وما كيحاولوا بالثروات. وانا كنقول خليهم يخسروا مازال الفلوس على هذا الوهم الى ان ينفذ الغاز والبترول، الى ان ينفذ الغاز والبترول. حاجه اخرى كنرجع انا كنقولها لك اخويا كمال، راه الاصل انت قلتي، راه الاصل في هذا المشكل هو الصحراء الشرقيه. انا السؤال اللي عندي يعني سؤال واضح جاوبني عليه، هو انه لو وضعنا الملف ديال الصحراء الشرقيه في اللجنه الرابعه لمكافحه الاستعمار، هل يكون مكافحه الاستعمار من طرف فرنسا؟ يعني كنهضر على الصحراء الشرقيه، واش خصو يكون ملف غيتحط ضد الاستعمار الفرنسي او الاستعمار الجزائري؟ هذا هو السؤال اللي بغيت تجاوب عليه. شكرا اخي كمال. نعم اختي، شوف انا نقول لك واحد المساله. ملف الصحراء الشرقيه اصلا عندنا اتفاقيات بيننا وبين فرنسا خلات واحد الحدود موروثه عن المستعمر الفرنسي للجزائر. هذه الحدود امنوا بها من طرف المنظمه ديال الاتحاد الافريقي. المغرب لم يعترف بهذه الحدود، فدخلنا معهم في حرب الرمال. وهذه حرب الرمال منين سالينا معهم ذاك الحرب كانت واحد الاتفاقيه ديال وقف اطلاق النار، وكانت فيها واحد الشروط. كانت ضمن هذه الاتفاقيه اتفاقيه افران. هذه الاتفاقيه اللي دار افران عليها واحد الاتفاقيات اخرى. هذه الاتفاقيات الاخرى شنو فيهم؟ كانت بين المغرب وبين فرنسا، والهواري بومدين كانوا مضى على هذه الاتفاقيات. لذلك فاش درنا ديك معاهده، ديك الاتفاقيه ديال افران، يعني كانت مبنيه على ميثاق الصداقه وحسن الجوار، فيه بان الجزائر غادي تدعم الوحده الترابيه ديال المغرب. ديك الاتفاقيه ديال افران فيها داخله فيها استخراج منجم غار جبيرات بشراكه 50% بين المغرب والجزائر، فيها بان صادرات الحديد ديال غار جبيرات غادي تصدر عبر الموانئ المغربيه، فيها بان ديك الاتفاقيه غتبقى ساريه المفعول ما دام احد الطرفين لم يخل بهذه البنود. وفيها في البند الاخر فيها بان لا يحق لاي دوله باش تدعم يعني العداوه في تقسيم الوحدات الترابيه ديال دوله اخرى. حنا هنا فاش كنشوفوا بان النظام المغربي غادي محافظ على الاتفاقيه. يعني هذه الاتفاقيه اللي كانت دارت تهزت هكاك ومشات شكون اللي ماضي عليها؟ اللجنه المكلفه. وفين محطوطه في محكمه العدل الدوليه. اللجنه المكلفه هي اللي شاهده على هذا الشيء. يعني هذه الشروط راه غنمتثلوا ليها. مجرد ان احد الطرفين يخالف بند من هذه البنود فهذه الاتفاقيه كتولي لاغيه. حنا شفنا دابا كنشوفوا شي خطابات ديال الملك وهما كيقول لك انتم منبطحين وكيبغيو واحد العداوه مع المغرب باش يوجهوا المغرب بالعداوه، باش يولي المغرب هو اللي كيخلب البنود ديال الاتفاقيه باش تمشي لنا الصحراء وندخلوا في حرب لا بغينا نردوها. واخا كمال ما كتشوفش صبر خويا نكمل لها باش تفهم. يعني فاش كنشوفوا بان ملك المغرب في 2023 في مارس كيخرج في خطاب عيد العرش وكيأكد على ميثاق الصداقه وحسن الجوار، وكنشوفوا بان الجزائر كيخرج وزير الطاقه والمعادن كيعلن على تدشين منجم غار جبيلات بشكل احادي، يعني هذا خرق الاتفاقيه. فاش المغرب هذا الدعم ديال الجبهات المرتزقه البوليزاريو من طرف الجزائر، هذا خرق الاتفاقيه. يعني هنا المغرب شنو مباشره ما علينا الا اننا غادي نسجلوا عليهم ديك النقاط، وغيبان المؤامره ديالهم بانهم كيجبدوا بحال هذا الاعلان بحال الدعم ديال البوليزاريو، والمغرب غيهز الملف وغيدفعوا لمحكمه العدل الدوليه بان الجزائر خلت بجميع البنود والاتفاقيات اللي كاينه في معاهدات افران. وديك الحرب اللي كنا دايرينها ووقفناها بهذه الاتفاقيه، الجزائر راها خرقت الاتفاقيه. لذلك المغرب غادي تخرج القرار ديال محكمه العدل الدوليه باش يسترجع الاراضي ديالو الشرقيه، باش يسترجع الاراضي الشرقيه. هنا باش كنشوفوا الجزائر دايره هذه المرتزقه البوليزاريو في بلادها في الاتفاقيه ديال افران بان الشركه اللي غادي تخرج صادره ديال الحديد غار جبيلات تاسيس الشركه فيها 62 سنه. يعني الجزائر دايره حجره في الصباط تما كاين زعما على البوليزاريو بان هذيك اراضي دايره فيها مخيمات اللاجئين. علاش؟ باغيه تستغل يعني ذاك النزاع ديال الصحراء المغربيه الغربيه بسبب هذه المرتزقه البوليزاريو حتى ينتهي تاسيس الشركه.
حتى ينتهي تاسيس الشركه باش تولي لاغيه. لكن هذا ما كيثبتش بان الجزائر يعني الاتفاقيه ديالها راه الاتفاقيه ديال 72 راه ما خلتش بالبنود ديالها. انا نعطيكم مثال. فاش كان خرج محمد السادس وقال لهم بان مساله ديال جمهوريه القبائل ليس في القرار السيادي ديال المغرب، وانما كان الرد ديال المبعوث الاممي ديالنا عمر هلال ردا على استفزازات الجزائر فقط. نحن لا ندعم الانفصال. يعني هذا حول ماذا؟ هذا على حساب الاتفاقيه ديال 72 باش ما ندعموش حنا الانفصال في ديك الدوله، باش الجزائر تقول لك ها هو المغرب خلق الاتفاقيه، خليها هي تخرقها، خليها هي تخرقها، باش منين غادي نحطوا الملف ديالنا لمحكمه العدل الدوليه غيكون ملف نقي، وبان الجزائر هي اللي خرقت الاتفاقيه وهي اللي بغات تخلب البنود ديال الاتفاقيه اللي عليها الطابع ديال اللجنه المكلفه ومحكمه العدل الدوليه. اما اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار حنا خدينا استقلالنا من فرنسا، وهذيك الاراضي محافظه عليهم الجزائر. بالنسبه للعرجه وهذا اللي كيتكلم لي على العرجه، انا باش كنقول لكم ما عندكمش تاريخ ما عندكمش امميه. العرجه في الخريطه في ترسيم الحدود بيننا وبين فرنسا، حيت اللي رسم الحدود هي فرنسا، وما تعرضتش ديك الحدود، ما غير معترف بها من طرف الاداره الدوليه وانما من طرف فرنسا. ومنين دخلت الجزائر عطاوها تماكن الاستفتاء الحكم الذاتي تحت السياده الفرنسيه. الاتحاد الافريقي قال نعم مع الحدود الموروثه عن المستعمر الفرنسي. منطقه العرجه دايرها فرنسا في ترسيم الحدود بانها نقطه حدوديه فقط، فكيف لمنطقه فيها كيلومترات تكون نقطه حدوديه؟ كان سلطان المغرب رفض هذه النقطه حدوديه، يعني نقطه حدوديه تحتاج متر على متر. فاذا بفرنسا دارت معنا اتفاقيه 1901 شنو كتقول؟ بان الفلاحه ديال العرجه فتلك الاراضي والحقول ملك خالص لهم سواء كانوا داخل الاراضي المغربيه او داخل الحدود الجزائريه. هذا الارث الموروث عن المستعمر الفرنسي، واكدوها في الاتفاقيه ديال 1902. في 1902 اكدت فرنسا معنا هذه الشروط هذه. لذلك هذه المساله ديال الفلاحه العرجه المغرب ذكي. فرنسا لما انسلخ المغرب من العباءه ديالها بغات دير واحد الحرب رمزيه بيننا وبين الجزائر باش تدخل فرنسا هي اللي انها تكون حل هذا النزاع، وغادي تولي فرنسا عاوتاني تفرض على المغرب الشروط ديالو. لذلك حنا ما كنمثلوش، بحيث عارفين الجزائر بانها دوله وظيفيه فرنسيه، لان المغرب يريد ان يسترجع اراضيه من طرف محكمه العدل الدوليه ومن طرف الامم المتحده وليس من طرف فرنسا، لان فرنسا مستعمر مدمر مخرب خرب شمال افريقيا. لذلك انتم حكام فرنسيون وعملاء فرنسيون تعملون تحت الوصايه الفرنسيه، واذا قالت لكم فرنسا دخلوا مع المغرب في حرب راكم غادي تدخلوا مع المغرب في حرب. لذلك هذاك الذكاء المغربي. وثاني حاجه الطريق الوطنيه وتزلموا رقم 10 اللي كتقولوا بانها فاش قلنا ترسيم الحدود اللي دارت فرنسا، حتى بغى المغرب يولي يعاود ديك ترسيم الحدود ويتكلم على النقطه الحدوديه اللي هي العرجه، فعلينا باش غادي ندعوا مع فرنسا، حيت انت غير وارث مع دباك فرنسا، انت غير وارث، ولكن احنا خصنا ندعوا مع فرنسا. فهمتيها؟ دابا خصنا ندعوا مع فرنسا اللي دايرين مع الاتفاقيه ديال 1901 و 1902، يعني الدعوه عندنا مع فرنسا. والطريق الوطنيه رقم 10 هو تزلموا. فلا تنسى بان ديك الطريق اللي داخله كانت داخله في الحدود اللي عطاتكم الموروث عن المستعمر الفرنسي، كانوا كيستغلوها المغاربه من اجل ساعتين ديال الطريق، كانت كتخفف عليهم ساعتين ديال الطريق. هذيك الاراضي داخله في الحدود اللي دارتها فرنسا، الحدود الموروثه عن المستعمر الفرنسي. فما ساعدتم بها في ديك الشيء اللي دايرين لكم الاعلام وكذا، الا واحد القطعه د الاراضي صغيره كانت كتساعد المغاربه باش يختصروا عليهم واحد الساعتين ديال الطريق. يعني هذا الهرطقه وهذا الشيء كامل لا فائده منه، لا فائدة منه. احنا عندنا اتفاقيات من 1845 بيننا وبين فرنسا، كانت بين جنرال كونطولاغي وكانت بين والد مدينة وجدة. فين كنتم نتوما؟ لماذا الجزائر لم توقع اي اتفاقيه ما دمتم لكم ما دمتم دوله وعندكم حكم؟ فين كانوا الحكام ديالكم؟ فين كان الامير عبد القادر؟ فين كانوا هذه المقاومه ديالكم؟ علاش جات فرنسا كيديروا معنا الاتفاقيات؟ لانكم بعتوها، لاننا كنا كندعموا الخونه الحركيين اللي في الجزائر، الامير عبد القادر والاتباع ديالو. فهمتيها دابا ولا ما فهمتيهاش؟ وهاد القضيه ديال الصحراء الشرقيه خوتي غادي نتكلموا فيها وغنجبدوا جميع الوثائق وغنعطيو جميع المعطيات عليها، واتحدى اي جزائري بمن فيهم حمير ولا هادو ماشي عليا يرد. انا ما نعطيهش الشرف الخصومه، ماشي باش عرفوا واحد المساله. نحن المغاربه لا نعطي شرف الخصومه حتى لتبون. لذلك التبون ديالكم كيطلب كيقول غير علاش حنا كنسبوا المغرب والمغرب ما كيردش علينا. لا نعطي شرف الخصومه الحركيين، فهمتي؟ لذلك انا كنتكلم مع ولد بلادي، وهو منين يقصحكم كلامي بحيث كتجيو كتبقى بابا هنا وتطم وتطيط باباك، يعني يمشي يعطيك هو المعطيات ديالو ويقول لك شكون اللي كانوا يديروا الاتفاقيات. سمعتي لابيل ديال ماكرون؟ كنلاحظوا بانهم يعني كل مره كيخرجوا بهرطقات، يعني كيبغيو يشدوا في اي حبل لاستفزاز المغرب. انت قلتيها لالغاء الاتفاقيات اللي كانت بيناتنا ويتحسب غلط على المغرب. يعني راه كاين هما حاسين بان التهديد راه جاي، تهديد بخصوص الصحراء الشرقيه، لان التقادم يعني هاد 50 ولا 50 سنه او اكثر اللي دازت على الصحراء الشرقيه ما يمكنش بالتقادم ديالها احنا نساو حقنا في هذيك الارض ونساو نرجعوا ارضنا كيف ما كانت قبل. هذا هو التدخل ديالي، وشكرا خويا كمال. اكيد اختي، اصلا حنا عندنا الحدود الحقه المغربيه، عندنا الحدود الحقه واللي الامتداد ديالها كيوصل لبشار وسندوف وتيدي كلتو ادرار وتلمسان. عندنا الحدود الحقه، وما عمر الشعب المغربي وعمر البرلمان الاوروبي ولا المسؤولين المغاربه انهم انتزعوا على الحدود الحقه. اما الجزائر عندها الحدود الموروثه عن المستعمر هو مخرب مدمر دمر شمال افريقيا. لذلك حنا معنا الحق ومعهم الباطل، والاراضي ديالنا غادي تسترجعوها. والا ما بغاتش الجزائر ترجع باستطاعه وتسلم النفس ديالها امام الامبراطوريه المغربيه، فكنأكد لكم بان المغرب الا دخلت معنا الجزائر
قسما بالله العلي العظيم في ظرف ساعتين المكانه حتى المغاربه يحرروا بشار وتندوف بدون ان يستعملوا ولو جنديا واحد، حتى ان المغرب مستعد انه يدمر الجزائر في ظرف 3 ساعات، الجزائر كلها بسبب هاد رجيمه الصواريخ الهيمراس اللي عطاتنا دابا امريكا، وكتشكل خطر حتى على اسبانيا. وانتفضت الحكومه الاسبانيه وكتقول بان المغرب اصبح يهدد بسبب هاد المنظومه ديال الصواريخ اللي عطاتو امريكا، اصبح يهدد اسبانيا. قالوا بان المغرب قادر انه يضرب في قرطبه ويضرب في اشبيليه ويضرب في مجموعه ديال المدن الاسبانيه من دون ان يستعمل حتى جندي واحد. ايها الجزائري، اييه خمس الدرونات اللي عندنا، خمس الدرونات انا كنقول لك مستعدين اننا غادي نرجعوا بالشهر وتندوف وتلمسان وسيدي كلت وكوراره وهاد الاراضي كلها. زال ذاك الوقت ذاك الخرده الروسيه راه ما غتنفعكش مع المغرب، لذلك المغرب يتحكم في الجو. المغرب فاش كان كيشري الاقمار الصناعيه وكيطلق الاقمار الصناعيه وكيتحكم في الجو، واللي كيحسم الحرب دابا حاليا هو اللي كيتحكم في الجو. انتم كنتوا ديك الساعات كيمشيو للجنرالات كيسرقوكم. فهمتي كيفاش كانوا كيسرقوكم؟ كانوا كيمشيو كيشريو من عند روسيا الخرده الروسيه، وروسيا كانت كدير لهم العمله ديال الاسلحه. يعني الا شريتي مني 10 المليار دولار ديال الاسلحه كندير لك واحد العمله، يعني بروسونتاج كنعطيك مليار دولار باش تشري مني. لذلك كان كيهمهم يديروها في جيوبهم، وكانوا كيشريو ديك الخرده وكيديروا بها المناورات وكياكلوا الثروات ديال الشعب الجزائري. فاذا بالمغرب في ظرف 1000 منين كنتوا نتوما كيسرقوكم كان المغرب كيبني البنيه التحتيه. وفي ظرف 2020 فاش بدا كيتسلح المغرب من 2020 ل 2023 خرجوا الجرائد الالمانيه والجرائد الامريكيه كيقولوا بان المغرب فات الجزائر في التسلح بما يناهز 30 سنه. خصكم تبقاو تسلحوا باش توصلوا للمغرب. حتى الطائرات الدرونات اللي كان كيدير ديك القايد صالح هذا النظام التبوني نهب الخزينه الجزائريه وما تمش المشروع. درتوا الطائره ديال الدرون الجزائريه